والنهارده بقى يا بت يا فرحتي محضره لك اغنيه جمدان الجمدان. مبروك علينا فرحتنا الليله، يا اعز الناس هنعيش دنيا لوحدينا. اليوم ده يومنا ومين يلومنا، عايشني يومين حلوين من اللي في خيالنا. وهلا هلا 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 قمر بجد ما شاء الله. بصي بقى انا مش حافظه الباقي، بس بجد انا مبسوطه ليكي النهارده. وقولي لي بقى الاستاذ عمر ده هيجي امتى بقى؟ عشان انا بجد زهقت والميك اب اللي على وشي هيسيح. تلاقي عمر متأخر علشان خاطر فهد، او فهد هو اللي متأخر، او اي حاجة يعني من الاتنين متأخرين عشان خاطر بعض. انت عارفة ان عمر ممكن يتأخر عشان خاطر فهد، لان هما الاتنين صحاب وبيحبوا بعض جدا ومش بيغيبوا عن بعض، فعشان كده ممكن يكونوا متأخرين. بس ما تقلقيش يعني، عامة لسه فاضل شوية وقت. يا الله والنبي ما تفكريني يا فرح باللي اسمه فهد ده. بجد انسان مستفز قوي. انا مش عارف بجد عمر مستحمله ازاي. ده بصي تحس كده ان هو بارد حتى في طريقة كلامه، تحس ان هي طريقة كلامه باردة. عامة انا مش عايزة اشوف وشه تاني النهاردة. يا ستي سيبك من فهد ده انا عارفاه كويس جدا. ده واحد معقد، ده كفايه اسمه فهد. ده اسمه من اسم الحيوانات يا بنتي، اللي هي الحيوانات دي لو انت عارفاها، يعني مش عارفه افسرها قوي. في حد يبقى اسمه فهد؟ فكك سيبك منه، ده واحد معقد. مش عارفه اقول لك ايه يا ست فرح، بس هحاول اتجاهل الكائن ده. كائن مستفز. ده كفايه بس شكله كده. لا لا لا، خلاص. فكك. ماشي يا ست الكئيبة، بس أنا عايز أعرف إيه لازمته الفستان الأسود ده؟ يا بنتي ده أنت كده يعني فال وحش، يعني تدخلي عليا بأسود؟ ما أعرفش بقى إيه لازمتها الفستان الأسود. ما كنت تاخدي الفستان الأحمر ولا الأخضر، كان هيحصل إيه يعني لو ما خدتيش الفستان اللي أنا اخترتهولك؟ لا لا لا، انا مش عارفه اقولك على الاسود وجمال الاسود. انا بحبه عشان هو حلو يا اختي، هو بيليق فيا. اصلا انا كده كده بيوضه وحلوه، فبلبس فستان اسود بيليق عليا احسن. يلا بس. والله انا ما بقتش عارفالك كان هيحصل ايه لو كنتي جبتي الوردي ولا الازرق او حتى الاحمر. ولا اقولك ما بلاش الاحمر عشان انا ملكة الليلة، يعني النهارده انا اللي لابسه احمر. اقصد يعني كنت جيبه اي حاجه غير الاسود ده. انا عايزه اقول لك على حاجه بقى. الالوان اللي انت قلت عليها الوردي والازرق والاحمر ده، دي الوان عيال، وانا مقامي عالي وكبير، فعشان كده يعني اخترت ان انا البس الاسود. يا رب يا رب صبرني بقى منها. ما تتعبيش نفسك. وبعد ساعتين خلصوا وجهزوا، ووصل عمر وفهد، وعمر اخد فرح وقمر وراحت وراهم، واتجاهلت وجود فهد. عمر بيقول: يا سلام سلم، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. حبيبتي مزة يا جدعان، والنبي لا تقوليلي جايبه الحلاوه دي كلها منين. بس بقى يا حيوان، لحسن انا بصراحه الفستان ده مضايقني، ما بلبسش انا فساتين ومش قادره من الكسوف. اسكت بقى، اسكت وتلم يا حيوان، حرام عليك بقى، انا مش قادره، انا مكسوفه. بصي ايه، والناس كلها عماله تبص عليا وانا شبه عروسه المولد كده. يا لهوي على الجمال، بحبك وانت مكسوفة وشك شبه الطماطم كده، والله احسن من الطماطم. مش انا بتقولي لي اتلم؟ انا ما بتلمش، انا اصلا بخاطب وهتجوز عشان انا عايز واحدة تلمني. لمني انت بقى يا عسل. عمر انا مش طايقاك يا عم، مش طايقاك. لا مش عايزه اكمل في الخطوبه دي. لا مش عايزه اكمل، ابعد عني، انا مش طايقاك. لا انا متوتره يا عمر. ليه بس يا جميل؟ انا عارف انك متوتره. اهدي، شهيق زفير. اهدي. دي الايام اللي جايه شكلها تبقى عنب. يا حستي السودا ياما، هو انا متجوز واحده نكديه ولا ايه؟ لم نفسك يا قليل الادب. جوزي ايه؟ احنا لسه حتى ما اتخطبناش ولا لبسنا دبل. ويلا بقى، يلا بقى. عمر. قلب عمر يا جميل، قوليلي وانا انفذ. اطلبي شبيك لبيك، عفريتك بين ايديك. يا رب صبرني يا رب، هتجوز واحد اهبل.
طب اقول لك على حاجه بقى. انت قلت اهبل، بس اوعى يا صاحبي تنكر ان اهبل بس مز، ها؟ وعيوني ملونه وشعري ملون طبيعي. مز ولا مش مز، ها؟ ضحكت في سرها وقالت هو عنده حق بصراحة. مز على نفسك يا حبيبي، هو رخم كمان، ضيف عليهم انك رخم. بس انا عايزه اقولك للمعلومه ان يعني الرخم ده بيحبك واختارك ما بين البنات كلها. وهنا بقى خدودها بقت شبه الطماطم وبتتكسف. عمر بيقولها بتتكسف، بتتكسف يا باشا. وهنا فرح ردت عليه وقالت له ايه؟ مين اللي يتكسف؟ انا لا 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 لا، ده انا جريئه جريئه قوي يعني. هو مش بتكسف من حاجه ولا بيهمني حاجه. انت هتقولي لي على جرأتك؟ ده انت يا بنتي في ثانية من كلمة قليلة قلبتي طماطماية، بس بصراحة احلى طماطم. وبعد شوية وفي مكان تاني قمر واقفة تبص عليهم، اللي هو فرح وعمر، وفرحانة لصاحبة عمرها. كان فهد واقف من بعيد، هو باصص على قمر. فهد في نفسه، انا خايف يا قمر تعرف الحقيقة. لو عرفت الحقيقة مش هتسامحيني، مش هتسامحيني يا قمر. ولغاية هنا يكون انتهى الجزء ده.